كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا بألف خير. النهاردة طبعا ليلة الوقفة، ليلة العيد، عيد الفطر المبارك. أعاده علينا وعليكم بالخير والسعادة يا رب، ورفع البلاء والكرب عنا وعن مسلمي العالم أجمعين. كل عام وانتم بألف خير. والنهارده انا طبعا الفيديو ده اتاخر شويه في نزوله، اللي هو الروتين بتاع تنظيفات العيد وكده. بس سامحوني والله، انا كنت في اخر فيديو تقريبا قلت لكم ان انا عندي برد جامد جدا، وحاسه ان انا جاي لي برد. انا دلوقتي رابع او خامس يوم يا جماعه تقريبا، شبه بموت. عندي برد في العظم رهيب وزوري وكده، بس الحمد لله يعني مش اعراض كورونا ولا حاجه، الحمد لله ده مجرد برد بس في العظم يعني، بس تقيل شويه بصراحه. اخدته كده وحقن بقى كل يوم. انا بس عشان اعمل الفيديو ده والله يا جماعه اخدت حقنتين بالظبط علشان اقوم واوضب حاجتي ومطبخي وانضف الشقه. طبعا الشقه عندي نظيفه وزي الفل زي ما انتم طبعا عارفين، بس برضو جبت شويه حاجات كده. بصوا اللي انتم شايفينه ده، جبت طقم التوابل ده، والمفروض توابل بس انا استخدمته يا جماعه للشاي والسكر والبن. تمام كده، القهوه يعني. هتشوفوا دلوقتي بقى انا شلت بقى الايه، هبتدي طبعا بالمطبخ. في حاجات صورتها لكم، في حاجات لا، بس طبعا المطبخ تقريبا يعني عملت فيه حاجات كتير فصورتها. فيا رب كده يعجبكم ان شاء الله يعني الفيديو، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اشتراك في قناتي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. برضو معلش سامحوني لو صوتي برضو فيه شويه، لان انا برضو لسه تعبانه. ربنا يشفيني ويعافيني ويعافي كل مريض يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين اهو بقى. بصوا انا شلت طبعا الحاجه بتاعت رمضان، اللي هو المفرش بتاعت رمضان، وطبعا هغسلها معاكم دلوقتي. بصوا انا حطاها على الحوض اهي، فضيت اليمه دي كلها، الرف ده كله. وشوفوا دلوقتي ان شاء الله هنظمه وهعمل فيه ايه، هيبقى تحفه ان شاء الله، وهيعجبكم جدا. وبرده لو في اي اراء انتوا شايفينها ارجوكم يفيدوني وقولوا لي ارائكم ايه، اللي انا عملته ده حلو ولا في تغيير انتوا شايفينه بنظره تانية يعني. اتمنى تقولوا لي في الكومنتات. بصوا بقى، مسكت كل الكوبايات اهي، الكوبايات وغسلتها زي ما انتم شايفين، وحطيتها بقى على الصواني وكده. وهمسك طبعا المفارش دي كلها برده هغسلها، هتشوفوا دلوقتي. وهحمل المجات، وكله اتغسل، كله يا جماعه، كل حاجه اتغسلت ورجعت تاني. مع ان برضو انتوا عارفين المطبخ عندي نضيف، بس اهم حاجه اللي انا عملته ده كان بسبب النمل يا جماعه. شلت كل حاجه ورشيت اللي هو الرش الابيض اللي شفتوه معايا ده يا جماعه، اللي هو علاج الايه، الحكه والهرش، اللي هو الجرب يعني. جبته من الصيدليه بس دواء مش بودره. تمام. قال لي حطيه في لتر ميه ورش بيه، مش هتلاقي النمل ده تماما. الصيدلي بنفسه قال لي كده، فانا عملته يا جماعه، وان شاء الله هقول لكم تجربتي معاه ناجحه وموفقه ولا هلاقي نمل تاني، لان عندي كان بغزاره وبوظ لي والله حاجات كتير جدا. فاضطريت ان انا اشيل كله، والتربوهات كله اتغسل كله. هنا بقى رحت شايله يا جماعه وشوش البوتاجاز اهو، بعد ما غسلت الكوبايات كلها وطلعتها بره، فضيت المطبخ وحطيت شويه اريال. طبعا الباور اساسي، الباور يا جماعه ده سحر سحر، مش قادره اقول لكم. حطيت شويه اريال كمان عليه وشويه ميه سخنين، وسبتهم يتنقعوا في الطبق ده على مغسل الايه، البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين برده. طبعا يا جماعه في البوتاجاز ده مش وسخه ولا حاجه، ده سواد كان يعني بقاله سنين. البوتاجاز ده يا جماعه عايزه اقول لكم بقاله 30 سنه بالظبط عند ماما. تمام. فهو مش وساخه، سوري بس عشان بكح. خلاص كده انا بقى خلصت. بصوا بقى غسلته ونشفت كل حاجه، هبتدي ايه ارص اهو بقى. فرشت، بصوا المفارش الجميله بتاعتي، طبعا غسلتها ورجعتها تاني وفرشتها. حطيت هنا بقى، كان عندي بقى شويه بن فضيتهم وشويه شاي. كنت لسه ما جبتش بقى ايه حاجات، لان بقول لكم تعبانه بقى لي 4-5 ايام والله، كنت نايمه في البيت. بس طبعا بمنتج لكم بالليل دلوقتي، طبعا جبت كل حاجه ورصيتها الحمد لله، بس انا كنت صورت لكم طبعا الفيديو ده. خلاص احط بقى حامل المجات. بصوا بقى عملت الايه، الشكل ازاي. هرصها بترتيب، او هجيب كل زي ما قلت لكم كده طقم التوابل اللي انا جبته، فاكرين اللي هم كانوا 4 قطع في 3 قطع، ورحت جايبه ال3 دول بقى للشاي والسكر والبن، عملتهم كده عشان يبقوا متغطيين. تمام. انما التوابل يا جماعه زي ما هم برضو يعني، عشان انا بحبهم مش متغطيين، انا بحبهم مكشوفين عشان ايه، ده سريع معايا في الشغل اكتر. تمام. وانا واخده عليهم بصراحه، فحلوين جدا. بصوا بقى اهو، اطقم التوابل اللي جبتها ال3 في ال4 صغيرين زي ما قلت لكم، هعملهم بشكل هرمي. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، لو انتوا سامعين اي صوت بقى خارجي عن صوتي، ده صوت الشارع. النهارده الوقفه في فرح، مش فرح، ده افراح يا جماعه والله، ولا كأن في وباء ولا كأن في اي حاجه برضو.
تحت يعني الصوت مش قادره اقول لكم بقى، دي جهات ورقص بقى للصبح. الشباب تحت خاربين الدنيا. يلا ربنا يسعدهم ويفرحهم، بس برضو المفروض ما نعملش كده علشان خاطر اللي احنا فيه، لازم نساعد بعضنا. بصوا انا بقى كده خلاص ابتديت بقى اجيب التربه اهو، كنت انا غسلته يا جماعه ونشفته وكل حاجه وحطيته، ودلوقتي بقى ايه بنظم كل حاجتي تاني من الاول. كل الحاجات اللي انا فضيت منها التوابل اللي هي القديمه وحطيتها في الجديده، رحت غسلاها كلها، وهبتدي بقى احط معايا بقى في عندي بقى الرده، وفي عندي الحمص، وفي عندي العدس بجبه، وعندي اللوبيا. كل دي كانت في اكياس يا جماعه، استغليت ان انا فضيت في توابل جديده، وهبتدي احط كل اللي في القديم عندي غسلته ونشفته، وهبتدي ايه احطه زي ما انتم شايفين اهو. طبعا النشا والبرطمان كله عملته في برطمانات زي ما انتم شايفين، وهتشوفوا دلوقتي وانا برصهم اهو. ده برطمان النشا، وكله بقى الايه يعني كل ما بعمل حاجه بوريها لكم. هنا الفشار اللي هو الالوان ده اللي هو طالع عامل زي فنتوش الفاشن ده زي ما بيقول ايه، حبيبه بتحبه قوي، فبرضه رحت فضهولها ايه في برطمان عامل زي الفشار كده، بس شكل مكرونه كده واشكال يعني والوان كده. كل ما بغسل حاجه بوريها لكم يعني وبنشفها كويس. دول الثلاث برطمانات اللي شبه بعض برضو. رحت عاملاهم برضو، واحد لروزميري وواحد للزعتر وواحد للحبهان. بصوا يعني هنظم تنظيم عالي جدا. وهتشوفوا بقى معايا ان شاء الله. برضو عايزه اقراكم في الكومنتات، حلو اللي انا عملته ولا في اي حاجه تانية ممكن تقولوها لي؟ هو انا هدومي عامله كده ليه؟ انا مش عارفه، انا بعمل مونتاج لسه شايفه معاكم. يعني لابسه البنطلون البيجامه واللي هيكون عليها. يعني انا طبعا جسمي يا جماعه بالزفزف، فانا هتقولي انت لابسه تقيل. ايوه انا سقعانه جدا جدا، عظمي يعني مش قادره اقول لكم والله بيتمزع كده من البرد، فلابسه تقيل. ايه ده؟ مش عارفه البنطلون عامل كده ليه. مش عارفه ايه المنظر الغريب ده، ولا عشان هو وسع عليا عشان خسيت شويه، مش عارفه. انا ما والله يا جماعه انا ما خدت بالي غير دلوقتي. وانا بعمل المونتاج على الصوره. يلا يا جماعه معلش بقى. سامحوني في المنظر الكئيب ده، ان شاء الله هطلع لكم منظر حلو باذن الله ان شاء الله، اوعدكم. مش عارفه اللي انا عاملاه في نفسي ده ايه يعني؟ اضغاث التعب، دي اضغاث التعب. بص عامل ازاي. اضحكوا والله ما هشيله ولا همسحه، اضحكوا بقى. مش عارفه ايه ده، كده ما يكون في ايه عندي فتاء في سرتي في معدتي. لا اله الا الله، مش عارفه والله ما همسحه. ها بس يلا اضحكوا بقى وانبسطوا. خلاص كده انا بفضي بقى اهو الحمص اهو، حمص الشام كده. انا ببتدي تقريبا خلاص، حطيت العدس في جبه زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. هي الكاميرا بعيده شويه بس انا وريته لكم. بصوا ده الحمص كده. انا خلاص بقول لكم بصوا ان انا ايه هرصهم في التربو. بصوا هرصهم جنب بعضهم كده، يبقى دي كل البقوليات يا جماعه، والنشا وال اللهم صل على سيدنا النبي. يا جماعه ارحموني، بصوا سامعين بره حاجات غريبه جدا. انا هسكت شويه واسمعوا. بصوا الصوت، سامحوني يا جماعه مش عارفه اروح فين عشان اعمل مونتاج، سامحوني بس هتسمعوني برضو ان شاء الله. ابتديت بقى بصوا افضي كل الحاجه فيها. انا بقى كان عندي روزميري يا جماعه والزعتر ما كانوش مطحونين. رحت بعت حبيبه عند العطار، قال لها كل المطحون عندي خلص، فقلت لها خلاص مش مشكله هاتي وانا هطحنهم. فانا بقى ايه هجيب دلوقتي بقى الخلاط بتاعي وهطحنهم. يعني نظمت كل حاجه الحمد لله. هنا بقى الورق اللوري اهو، جبت بتاع الالومنيا الحلوه دي في كيسها، بحطه بكيسه تمام، وبغطي وبسحب براحتي زي ما انتم شايفين اهو. وبرده شويه كده هلاقي ان انا كنت عايزه كركم وعايزه شويه، وعايزه فلفل وعايزه كمون. بعت برده حبيبه جابتهم لي، وهحطهم تاني. هجيب بقى العبوات بتاعتهم اللي انا سايباها فاضيه ليهم، وهكملهم بيها ان شاء الله. هتشوفوا معايا كل حاجه. طبعا جبت بتاعتي دي اهو زي ما انتم عارفين، بغسلها وبروح حطها وحاطه فوقيها معلقه. ما بحطش ايدي في الدقيق يا جماعه، بحط فوق الغطا معلقه، واما عاوز اسحب الغطا واخد منه واقفله واحط معلقه عليه تاني زي ما انا قلت لك كده اهو.
زي في الدرج الاولاني ده على طول تحت ايدي. جبت بقى اهو، كان ده الدقيق وكل الاكياس المكرونات المفتحه يا جماعه اهي، بطلعها عشان بشوف انا هحطها ازاي وهعمل ايه. اهو شفتوا زي ما قلت لكم، بعت حبيبه جابت لي التوابل اهي. في وقت ما انا بعبي كده قلت لها روحي بسرعه هاتيهم وتعالي قبل ما يقفل النهارده الوقفه، مش هعرف هيقفل طبعا. وانا كان عندي الكمون والملح يعني سوري، الكمون والفلفل كانوا خلاص بيخلصوا، دول اهم حاجه في المطبخ. فبالمره بقى جبت كل حاجه، الزعتر والروزميري والكركم والجنزبيل والفلفل والكمون، كله زي ما انتم شايفين اهو. اهو بصوا بعبي بقى، ده الكمون وهعبي الفلفل. انا بحط يا جماعه مع الكمون بخففه بشويه ملح، ما بحبوش سك كده ابدا ساده، لانه بيبقى بيمرر الاكل، لو حطيتي منه معلقه يمررها لك، انما مع الملح بتحطي كميه بيظبط لك الدنيا. وبقلل طبعا الملح لما بحط يعني ملح الحاجه بقللها. اهو جبت بقى الخلاط اهو بتاعي، هضرب الروزميري والايه والزعتر، هطحنهم في المطحنه في الخلاط. بصوا يا جماعه الخلاط جبته لفيته بالورق بتاع الحائط ازاي، والله خلى شكله كانه جديد. ده خلاط ماما برضو يا جماعه، شوفوا بقاله كام سنه، يبوظ تصلحه يبوظ تصلحه وانت كده. انا بقى كنت خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، انا خلصت المطبخ وفرشت كمان اهو. فسامحوني ان انا ما صورتلكوش برضو كل حاجه، لان انا كنت تعبانه جدا والله يا جماعه. بصوا غيرت الورق اهو كمان بالورق البوتاجاز. بصوا انا شغاله على شريط الليد يا جماعه، بصوا مش مولعه نور المطبخ ما شاء الله. بصوا مخلين لي المطبخ ظهر، بصوا المنظر وجماله، اضاءه تحفه تحفه. بصوا يا جماعه النظافه والجمال، والحوض اتغسل كله كله والحيطان وكله، وتحت الحوض بصوا نظمت وحطيت الباسكت بتاعتي ولميت كل المنظفات بتاعتي في الطبق الجميل اللي فوق الكرسي ده. بصوا الحاجه نظيفه بيضه كده وبتلزي من النظافه. ورحت حاطه الستاره دي برضو دبل فيس اهي، برضو بيقع شويه ميه برضو بيقع شويه ميه صغيرين، بس طبعا عن الاول يعني كنت بتغرق بصراحه. هنا بقى بقول لكم انا حطيت اهو الدقيق وهنا حطيت معاهم يا جماعه كل المفتح. بصوا يعني كل حاجه مفتوحه حطيتها مع البرطمانات دي، يعني السليم كله عبيته ودخلته تحت سرير ماما، ولحد ما اخلص المفتح ده واطلع حاجه حاجه، عشان النمل برضو يا جماعه، حرصا عن ان النمل يبهدلني تاني لحد ما اشوف العلاج اللي قلت لكم عليه ده يعمل ايه. هنا بقى حطيت الملح وكل الحاجات برضو المتجمعه اللي انا ما بستخدمهاش قوي يعني، شلتها في الطبق ده وشلتها بالوضع ده. طبعا اللازم لازم معايا في المطبخ، ودول اكياس التلاجة اللي انا باخدهم وبحط فيهم اي حاجه هشيلها في التلاجة في الفريزر. والتربو طبعا الاحمر اتغسل كله. بصوا الفوط قشطه ومحطوطه اتطبقت اهي تحفه. النظافه يا جماعه من الايمان، وانا بعشق النظافه. بصوا بوريكم بس المنظر من بعيد، بصوا يعني ده من غير اضاءه المطبخ، الليد بس هو اللي عامل لي الشريط الليد يا جماعه مش سلك الليد. بصوا بقى الجمال، حطيت كل التوابل ادي المج اهي، التوابل اهي شاي وسكر وبن قدام ايدي على طول جنب الكاتل اليمه اليمين عشان الكاتل تحتيهم، وكل التوابل شمال لانها قريبه من البوتاجاز، لاني يعني الاريا دي المكان ده روحي انا. بصوا بقى الجمال، قلت لكم ان انا هعمله بشكل هرمي كده، ال3 طوال فوق وال4 صغيرين تحت وايه والباقي تحت منهم. بصوا كله اتغسل يعني اتكبى واتغسل وتنشف وتحط فيه الحاجه تاني لسه زي الفل ما شاء الله. اهو المجات والطبق اللي هو اللي بحط فيه اللاتيه زي بتاع حبيبه اللي قلت لكم قبل كده، بصوا حاطه فيه اللاتيه. وطبعا الطبقايه بتاعتي الجميله هي بتاعت جوز الطيب والمبشره جنبها. دبس الرمان ده بقى انا هشيله في التلاجة، اللي لازم يتشال في التلاجة الجو حر قوي، وانزل مكانه اللي هي بتاعت جوز الطيب دي. بصوا الجمال ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وانا يعني حبيت كده انزل لكم روتين برضو تشجيعي وتحفيزي ليكم. بس طبعا انا عارفه انه متاخر، بس والله انا كنت تعبانه جدا، وادعوا لي يا رب كده ربنا يشفيني ويقومني بالسلامه ان شاء الله. اهو بصوا شريط الليد ما شاء الله مخليه المطبخ تحفه.
بصوا البوتاجاز يا جماعه كله طبعا العيون اتغسلت زي ما انتوا شفتوا معايا، والحوامل دي كمان بالباور بكله. ورحت حاطه كده مسلفيناها بقى ايه بالورق الفويل ده اهو. بصوا جمال. ورا بصوا ورا البوتاجاز اللون ده عجبني قوي، حابه راحت جابتولي جميل. بصوا الزيت، ودي برضو هنا شويه توابل اللي انا ايدي مش فيهم قوي برضو حطاهم جنب الزيت. ودي الكبه والخلاط. بصوا حاطه الدسم على جنب، وبقيه التوابل اللي انا ايدي مش فيها قوي على جنب. اهي انا شلتها اهي بتاع دبس الرمان، احطها في التلاجة ان شاء الله. الكاتل اهو اتغسل كله بيلمع وبيبرق زي الفل، كل الحاجات دي اتشالت واتغسلت يا جماعه واتحطت تاني. بصوا الارض والمشايه اتغسلت، وبرده المشايه دي طبعا شفتوني طبعا فيديو بتاع الغسيل السجاجيد اهو. ايه رايكم بقى؟ لو في برضو اي تعديل عندكم او اي راي يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتشاركوني اللي انا عملته. ولو عجبكم بقى اتمنى لايك واشتراك في قناتي لو ما كنتيش لسه اشتركتي. يشرفني وجودك طبعا في حياتي. بصوا يا جماعه انا بقول لكم بصوا ان شريط الليد بصوا اما اطلع فوق شويه كده مش محتاجه لمبه المطبخ، او بصوا كانه منور لي فوق، واول ما انزل تحت بصوا بيغمق تاني بينور بس الاريا اللي هو فيها. ما شاء الله تحفه. في ولا سحر ولا شعوذه يا جماعه، كله طبيعي. اهو بقى يلا بقى اروح على الشقه. بصوا الشقه انا طبعا ما رضيتش اصور لكم قوي لان كنت بريح شويه يا جماعه وبعمل شويه، فانا كنت تعبانه جدا بصراحه. فطبعا انا عملت معاكم روتين في الشقه كذا مره قبل كده، فطبعا انتوا عارفين. هنا بوريكم بصوا بقى صينيه الكحك بتاعتي والله خلصت يا جماعه. والرق لسه طبعا عامله بقى ان شاء الله معاكم في العيد اهو. حاجه اتفرشت زي الفل. والسجاده هي يا جماعه السجاده اللي انا غسلتها. بصوا الجمال. طبعا السجاد يا جماعه بيدي شكل جامد جدا، بيفرق جدا في الاوض بصراحه يعني. مع ان الجو حر بس انا حطيته قلت هشيله بعد كده بعد العيد، نفرح بس فرحه العيد ولو حد زارنا وجالنا كده ان شاء الله. اهو دي الاوضه طبعا. ايه رايكم؟ انا حبيت. طلعت على الصاله طبعا انتوا عارفين كل ده معايا وهو يعني مفيش اختلاف، بس طبعا زياده طبعا ايه ان كل الحاجات دي اتشالت كلها واتغسلت تاني يا جماعه. السجاده اهي اللي غسلتها معاكم، والمشايات كله اتغسل. الستاير اللي قلت لكم هشيلها قبل العيد بشويه اهو شلتها واتغسلت وحطيتها تاني اهو. بوريكم المطبخ من بعيد. بصوا المنظر والليد عامل ازاي. شريط الليد منور لي لحد فين يا جماعه ما شاء الله. ده شريط ليد يا جماعه مش سلك ليد. اهو بصوا طبعا انتوا عارفين الاريا هنا بنضفها على طول. ده اللي بصوا يا جماعه البوك سيليكون كده اشتريته الحبيبه، ده بيتعلق في البنطلون الجينز مثلا ليها علقه يعني. هو كشمير كده او بينكي كده فاتح، هو زي لون كشمير بس عشان الكاميرا مفتحه شويه اهو. بصوا جماله. ده ب 30 جنيه والله يا جماعه. وجبت لها مع بصوا الشبشب لما اللي محطوط في الكرتونه ده مع طبعا هدومي الواقفه يعني. عايزه اقول لكم يا جماعه الحاجه دي اشتريتها اقسم بالله العظيم بالصدفه البحته من خردواتي كده. واحده فاتحه محل بتبيع حاجات للبنانيك كده وبتبيع شباشب. ببص لقيت البوك ده عجبني، ببص لقيت الشبشب ده عجبني. ماشيه برضو بجيب شويه حاجات انا وصاحبتي للعيد ورايحين جايين من السوق، لقيت واحده فاتحه محل برضو بتبيع هدوم مفيش حد عندها خالص. بقول لها عندك بيجامات مقفوله كده مس؟ قالت لي اه. وقلت لها وريني. بتوريني عجبتني بيجامه كشمير برضو الحبيب، قلت لها هاتيها. اقسم بالله العظيم زي ما بقول لكم كده، ولا نزلت ولا لفيت، هي بالبركه كده جت. ولا جبت لها هدوم عيد اصلا، ما جبت لهاش هدوم عيد، هو انا البيجامه جت بالصدفه كده يعني. بصوا بقى بقول لكم ايه التليفون بغطيه كده. كنت قالعه دبلتي وختمي. لبستهم بقى خلاص، لبستهم كنت خلصت بقى. انا بحب يا جماعه المرايه دي جدا، مكسوره بس بعشقها بصراحه، بحبها جدا. ما حدش يسالني ليه بس انا بحبها والله. اهو خلاص والكمبيوتر اتلمع واتمسح وبقى قشطه يعني. انا الشقه يا جماعه هي بقت فلتين على فله يعني، هي كانت فله بقت فلتين. اهي ماما بتقول انت ناقص تهدي الحيطان وتبنيها لي تاني.
اهو انا نسيت بس افتح لكم والله ضلفة الحلل تحت، بس نسيت بامانة. بس هي برضو زي الفل ما شاء الله، كله اتشال واتدعك واتغسل واتحط تاني. معلش يا جماعة سامحوني، ادعوا لي. او بصوا بقى المنظر من بعيد بقول لكم يعني. وهنا كنت بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ولو عجبكم الفيديو لايك بقى جميل منكم، واشتراك لو ما كنتوش لسه اشتركتوا في قناتي. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ويعود عليكم الايام بخير، وتفرحوا كده وتتهنوا بعيد الفطر المبارك. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، واشوفكم في فيديو جديد وعلى الف خير، وانتظروا فيه مفاجأة ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. واشوفكم في فيديو جديد وعلى الف خير، والى اللقاء، باي باي.